بيان هذه حاجه مفروضه منها انه معناها لوساتور او معناها الماجوريتي من الجروب باش تكون هي نفسها اللي شاركت في كاس افريقيا، وانت معناها نضيفوا لهم بعض اللاعبين اللي قاعدين يتالقوا ومش يتالقوا في المباريات الاخيره سواء نتاع البطوله ولا كاس تونس ولا في البارتيسيباسيون نتاع الكلوب نتاعنا في الكوب دافريك. بدون ادنى شك انه فما لاعبين جدد باش يكونوا موجودين، لكن الاغلبيه معناها، وانت رجعتني لحاجه مهمه جدا اللي انا كنت متذكرها ونسيتها. اولا معناها شكر كبير ايضا للسيد اوري كاسبرزاك على العمل الكبير اللي عمله، لانه بصراحه ومانيش باش نرجع في كلامي، هذا قلته من خلال تحليلي، انه البارتيسيباسيون تاعنا في التفريق الاخرانيه بالنسبه لي انا كسبورتيف كانت اكثر من بوزيتيف، لانه قبل الوقت اللي صارت القرعه كنا متخوفين، جينا في مجموعه فيها حسب راينا الشخصي ايضا وانتم ممكن من افضل الفرق اللي موجوده في القاره الافريقيه، السنغال والمنتخب الجزائري. ترشحنا للدوزيام تور، قدمنا معناها مستويات كرويه متميزه. صارت بعض الاخطاء اللي تصير في اي فريق وفي اي منتخب اللي على اثر معناها ونايتي اليميني، مي انا جو بونس معناها لازم نشكر السيد الريلي لانه شفنا برشا حاجات مع الستاف نتاعو، طبعا شفنا برشا حاجات بوزيتيف في البارتيسيباسيون هذه. هذاك علاش معناها باش نحاولوا نبنيو على الشيء اللي عملوا ميسيون اوري مع كلكو روتوش اللي تشوفوهم احنا باش تجيب لنا الايجابيات في المنتخب ان شاء الله. مرحبا بك. خلينا نسال على قدمنا توضيحات على التركيبه نتاع الاداره الفني كامل، خاطر الامور مش واضحه، فما شنو الشفاط في القسم الجديد. بخصوص فما فكره تولي نتاع لجنه متابعه نتاع تقييم شكون باش يكون فيها ان شاء الله. اسئله السيباديه معناتها بون مش نقول علاش نبيل علاش مش غيره، تقريبا اللي جاوبت قلت علاش خاطر السيره الذاتيه نتاعو اللي هي معناتها السيره الذاتيه اللي انا كنت عليها هذا بالنسبه للسيباديه معناتها عدد نتاع المدربين نتاع المنتخب توا بعد سامي نبي بكرار ريزا فتره مؤقته ليكانس كاسبرجاك، شنو هو الاشكال اليوم في المنتخب الوطني؟ الاشكال نتاع مدرب، الاشكال نتاع اداره، الاشكال نتاع اعلام اللي هو مش قاعد يقوم بدوره، الاشكال نتاع جمهور نتاع شنو معناتها نتاع وضع نتاع بلاد، معناتها علاش العدد الكبير هذا نتاع مدربين؟ فما حاجه اخرى تخص بالتركيبه نتاع الاطار الفني، فما بعض معناتها المشاكل نتاع التدافيق الاخرانيه في الجابون، علاش فما عباد معناتها تقعد وعباد تمشي معناتها علاش معناتها كاسبرجاك يتحمل معناتها مش الدفاع عليه ولا حاجه، علاش هو يتحمل مسؤوليه معناتها وين مسؤوليه الاداره الفنيه؟ مونسي يوسف قال لي عندي صلاحيات وعندي مسؤوليات وعندي تقارير وعندي، علاش معناتها كاسبرجاك يتحمل مسؤوليه واحده؟ علاش مساعد كيما حكم يساوي اليوم؟ علاش كان هو ما يتبدلش كيما كان؟ معناتها اسف في كاسبرجاك يتحمل مسؤوليه واحده، مش كان حد ما عندناش مشكله مع حد. الطبيب سيد الريل يعمل في المشاكل في ليكيب ناسيونال، الناس تعرف معناتها، الناس تعرف الطبيب هذاك كيفاش وصلت في فتره من الفترات ساق في وزارته وساق في ليكيب ناسيونال. معناتها كاسبرجاك صحيح غلط، كاسبرجاك صحيح شخصيته بانت اللي هي ضعيفه، سينو الجمهور كيما القاسم يعمل شيء هكاك واحنا نتفرجوا. ما نجمش السيد هذا يتحمل مسؤوليه واحده يقول له علاش ما تعاقبتش الناس كل هذيا سي وديع؟ مرات شوف اولا نبدا لك من الاخر. اولا نبدا لك من عدد المدربين. باش كلام نسمع فيه 7 مدربين في 6 سنين وكلام غلط 100%. اليوم لما تحسبوا على الجامعه مدرب مشى على انتريم خاطر المدرب الاصلي عمل عمليه جراحيه قبل الشعب في زمان. انا تنجم تحسب علينا نبيل، تنجم تحسب علينا كاسبرجاك، تنجم تحسب علينا ريكان، تحسب علينا لويت وقت يخرج نبيل على عملنا الانتريم عملنا الكرول. معناها احنا تقريبا سامي تبرزي نبيل معلول ريكانز اوري كاسبرجاك، هذوما اللي خدت فيهم قرارات الجامعه باش تتعاقد معنا. الاخرين جابتهم ظروف معينه. وقت اللي نهايه العلاقه التعاقديه صار ماتش في اسبانيا مع كولومبيا ومشى ستاف تاع ليكيب اولمبيك. اليوم ما تنجمش تحسبوا علينا هيك على اساس انه كان جبنا ستاف جديد، قعدنا نطيب قبل ما نجيبوا اللي كان.
وقت وباش ما نتابعوش بالاختيار عملنا تعرضوا على ستاف تاع ليكيب اولمبيك بالتشاور وقتها مع سويف الزواوي ومشي معاهم. هذا كان ستاف ما تنجمش تحسبوا واحد من الست ستاف اللي يحسبوا فيهم بعض خويا. كيف البريود اللي اختار فيها باش ينسحب بيان ينسحب نبيل معلول في الفتره السابقه اون ايتي اوبليجي دو جيري اون سيتياسيون نتاع دو ماتش كونتر لو كامرون بالانسان قبل باش كامرون كيلكو سمان سي با كيلكو جور مع انسان يعرف البطوله التونسيه ويعرف المنتخب التونسي ويعرف افريقيا وقتها اللي لقيناه يتماشى حسب تقديرنا مع الاداره الفنيه وقتها هو كرول. دونك ما تحسبش انه سي با كونترا معناها. دونك لازم تحسب علينا سالم ترابلسي، لازم تحسب علينا ليكانز نبيل وريكس ماجد. دونك في المده هذه تاع 6 سنوات تقريبا عملنا 4 انتصارات فنيه للمنتخب التونسي. اليوم انا ماذا بيا السؤال هذا ما يصيرش يتسال من واجبنا باش نوظفوه. احنا اليوم عندنا فرق في سيزون تعمل 4 مدربين ونفس الشخص ما نحسبش نفس الناس ياخذ الجامعه ان تعمل 4 ادارات فنيه في 6 سنين وقت تاخذها الجمعيه يقول والله هي قرار حاسم وفي بلاصته ورئيس الجامعه الجمعيه اخذ القرار المناسب باش يمنع الجمعيه من الوضعيه كذا كذا. ماذا بينا وقت نعملوا ابروش ولا نعملوا كريتيك ولا نعملوا حاجه كيما نطبقوا الشيء هذا على الجمعيات كيما نطبقوه على الجامعه. دونك بالنسبه لي نحن العالم عنده حتى دخل في موضوع اختيار القدس تاع الجمهور ولا تاع الاعلام ما عندهمش حتى دخل في اختيارنا للمدربين. تقديرنا احنا مع الاداره الفنيه في 7 سنوات تقريبا 6 سنين وشويه عملنا 4 ادارات فنيه. احنا ماذا بينا كنت حكيت معاه سي نبيل قلت له ماذا بينا نكونوا في المدرسه الالمانيه وماذا بينا زاد يمكن حتى على الشارع الناسيونال نكونوا كما التجربه عملتها الجامعه قبل مع لومير اللي هو 6 سنوات واللي هو تقريبا اكثر مدرب تسب ولكن اكثر مدرب تقريبا خدم تونس في مستوى المشاركات مع الستاف اللي معاه. ان شاء الله اليوم العقد هذا اللي فيه على الاقل قدر ربي يكون 2 سنين، يعني العقد اليوم عندنا 2 سنين قابل للتجديد واحنا نطلع ان شاء الله التجربه طويله بوركوا با مش 2 كوب دي موند 10 كوب دي موند واحده. شوفوا معناها تقريبا اللي تشوف المانيا اللي هما ريفيرونس ديال تقريبا 40 سنه تبقى عندهم 7 مدربين ولا 6 مدربين. احنا نطلعوا على الكونتينيتي لانه الكونتينيتي ادمنستراتيف والكونتينيتي تكنيك بالتجربه تكون كان ايجابيه. مالوريزمون قدر الجامعه كما قدر النوادي الكبرى اللي تلعب على التيتر بارفوا بعض الظروف اللي تنجم تمس بيرفورمانس وبعض الظروف اللي تنجم تمس النتائج وانت مطالب بالنتائج تحكم عليك باش تتصرف لانك اليوم في مستوى شبان تنجم تصبر على مدرب تكوين فريق متوسط على مستوى افريقيا اللي ما عندوش برشا مشاركات في مستوى كاس افريقيا النجم يقول انا نحب نكون مثلا نجيب فريق كلاسي 48 46 45 سور 54 بي افريكان مازال ناشئ في الفوتبول لازم يصبر ولكن قدر الجزائر والمغرب ومصر وغيره ما تنجمش تصبر برشا على نتائج ما تمشيش او وقت اللي تستشرف انه ربما البرفورمانس مش تطيح لسبب او لاخر تضطر انك تتدخل قبل الوقت لانه لابونجاسيون سي لانتيسيباسيون بارفوا مش ديما تاخذ قرار بعد ما تفشل. ساعات لازمك تيونتيسيب باش تاخذ القرار المناسب قبل ما ربما تجي حاجه اللي الناس كل ما تحبهاش. بالنسبه للستاف التكنيك ثم حد انديسبونسابل تقريبا الستاف اللي موجود هو بيك كيسوا مع ديكانز وكيسوا مع عدد زويته مشارك في الافريكان كيسوا مع كاسبرزات ما ثماش دونك حد خدمناه وحد نحيناه ساشون كو راهو شكون ينحي وشكون يخلي ستاف تكنيك سي ريسبونسابيلتي اونتيير اكسكلوسيف دو ريسبونسابل اللي هو اللي خبر الوقت. هو تو يجاوب حتى اول سي نبيل على تركيب الستاف واحنا قلناه نهار نكتب تبع نحطوا شخصيه وعندنا دوزا تاشي دو بريس موجودين معانا في الاجتماع وكاتب عام الجامعه موجود ومدير وطني التحكيم موجود. كلمتي كانت واضحه جدا راهو باش نعطي كارت بلانش لسي نبيل معلول ياخذ الستاف اللي يحب عليه ينحي كل يخلي جماعه يخلي كل يجيب ناس اخرين. احنا اون فا ماتر لو باكي جيدي بيان اون فا ماتر لو باكي باش نحاول نوفر كل ما يدخل وهذا دورنا الاساسي. احنا مش دورنا لا نشوفوا بينالتي لا نعملوا تكتيك ولا نماركي ولا نكونوا ديفونسور نوفر كل ما يمكن توفيره انطلاقا من اعطاء الناخب الوطني لا كارت بلانش باختيار الساحه بتاعه وفي اختيار الملاعب في تنسيق اكيد مع الاداره الفنيه ومعنا لتنسيق الملاعب على والملعب هو كما قال قبيله مشى
ايميدياتمون سوسه ونستير راكز لانه ارضيه الملعب ولي ديمونسيون بارفوا نتاع الملعب عندهم دخل في الشوا تكتيك دان انترنور. هذا بالنسبه هذا شو يصير بالنسبه لهذا تقريبا هذا طبيب ساعه قلت اشتغلت في وزاره الوساخه في تحكي على 4 سنين تاني بعد هو مشى للسعوديه سهيل ورجع عنده عام ونص تقريبا مع المنتخب الوطني، ما عنده حدا تعاقد مع الجمعيه، وانا سالتني في حاجه انا مختص فيها وكنت نشرف على سونتر دو ميسي سبورتيف دونك سي مون دومين. دونك اكثر واحد ابيليتي باش على كل احتراماتي الناس كل ابيليتي باش نقيم الطب حد الطب الرياضي وين؟ السيد هذا حسب تقديري متواضع كفء ولا هو من الكفاءه اللازمه باش يكون الطبيب المناسب للمنتخب التونسي. اذا كان عندي بعض المؤاخذات على سلوكيات معينه الحق انا مالكها، ولكن اذا كانت ثم سلوكيات ولا دي ديكلاراسيون ديبلاسي رانا قاعدين نعملوا في الرمار، لانه الطبيب عنده الحساب تاع السكري ميديكال وعنده زاد انه في بعض الاحيان ما ينجمش يتفاعل على اساس انه شخص يبقى ديما ملتزم باعتبار انتمائه للاداره الفنيه وللجامعه والمنتخب الوطني. انا في ساعات يجي تودي اجاني بركه مانيش مسؤول تنجم تبروفوكيني ونجاوب. ايتون ريسبونسابل ساعه واحد يدري اكثر منكم. دونك في هذه الموافقه اذا كانت ثمت ديكلاراسيون بارفوا ديبلاسي تحب تجبد لي على بعض الكان. احنا بيدنا انا شوف عمري ما واحد تبع ستاف اللي نضربوا البيبليك ومع احتراماتي ليكم حتى كيبدا عندي مؤاخذه انا ما نقولش، اما انا نتال كيبدا عندنا مؤاخذه انا نطلع. سيدي تفضل. انا باش نبدا بالسؤال الثاني، علاش كسب رزاق وحده؟ انا تو المسؤول، معناها اذا كانت تصير اي حاجه في الستاف نتاعي انا المسؤول عليها، خاطر انا باش نختار الستاف نتاعي كما كانت تفضل سي وديع وقال، معناها اي حاجه اي خطا يصير انا مسؤول عليه، سواء في الاطار الطبي ولا في الاطار الفني. بالنسبه للاطار الفني طبعا خيرت بعد تفكير عميق باش الاطار الفني اللي كان موجود مع مسيو موري الكل نخليه بدون استثناء، وان شاء الله في الايام القليله القادمه تسمحوا لنا خاطر ما زالت هناك مشاورات وما زالت بطوله معناها قاعدين تدور باش ما نشوشروش على بعض المدربين، معناها تعرفوا الاسماء الاخرى اللي باش تلتحق بالمنتخب التونسي لكره القدم في الايام القليله القادمه ان شاء الله باذن الله، لكن بدون ادنى شك انه فما اسماء اخرى تدخل المنتخب سواء معناها كمساعدين او في اطار كما معناها تفضلت وقلت من خلال سؤالك نعملوا لجنه معناها المتابعه والتقييم ومتابعه اللاعبين معناها اللي ينجحوا خارج ارض الوطن. تفضل. علي جاي. بعد نطلع الكلمه بالنسبه للسؤال سي نبيل مرحبا بك، لكن بكل صراحه اللي ريناه يعني انت قلت مسانده، لازم مسانده من جميع الاطراف، لكن اللي ريناه في الشارعيات بكل صراحه ما عنديش معنى تاع احصائيات، لكن بكل صراحه غضب كبير ياسر على تعيينك وكانه كالفشل من 2013 كيفاش معناها ضد الكافير نخسروا 2 بلاش هذاك لا مانيير لهنا وما نمشيوش حتى للشارع معناها نخرجوا من التصفيق قعدت يعني فيها مخاخ الشارع الرياضي خلينا نقول حتى احنا كصحفيين ما تراش هذيا اذا يصير لا قدر الله نقول يعني فشل ما نمشيوش كاس العالم تنجم تعطي على مسيره نبيل معلول كمدرب نهائيا. ما نجم ناخذ على مسيره نبيل معلول كالمولى سبحانه وتعالى الشارع الرياضي ولا حتى حد. خاطر الجزء الاول نبيل معلول ما عينش روحه نجاوبك عليه احنا عيناه شو عين روحه. الجزء الثاني بخصوص مسيرته هو جاوب عليه. اول المدرب اليوم شوف في كرة القدم العالمية حد ما يقدر يقول مورينيو خايف. يقعد 6-7 ماتشات ماتش حد ما ينجم يقول اوريكي خايف والباساج اكيد اللي عملوا اسلام مع برشلونة هي برشلوناويين تو. حد ما ينجم يقول انشيلوتي خايف الى 4 و3. اليوم خلينا نقولوا ثم اليوم في تونس بشكل عام حقيقة تم أزمة أخلاق وتم أزمة تقييم. اليوم مش ممكن باش نبيل معلول نقيموه على ماتش كافي ولا اي مدرب نجم نقيمه على ماتش ما نرزموه احنا وما ناخذكش انت نجم ساعات نكونوا صافيين برشا. ينجم انسان يعمل 6 سنين باهي. شوف انسان ساهم في 20 تيتر كلاعب ولا كمدرب وعمل 2 جوز اولمبيك 22 هذوما بيرفورمانس ننساهم والفكروا ماتش كافي والشعب. خلينا نقول لك حاجه بدات ما خرجتش قبل
الشخص تاع شوا وسي نبيل موجود ينجم اكيد راه ذاكر عنده قال لي سي ولي نلعب باش نترشحوا ولا نلعب ماتش المغرب عليه روتور باش يجيب كيلكي زيرمون جد ونجموا راه ما نترشحوش اي كومبري مثلا علي معلول بوكو دي زيكزامبل وقت لعبوا اي كومبري علي معلول في اول تقريبا اباريسيون تشاورنا مع الاداره الفنيه وتشاورنا باسم في بعضنا كتجمع قلنا له لا سي نبيل احنا كي كانت بالنسبه لنا احنا اذا كان عندك 6 7 جوالات ما تلقاهمش فرصه اخير من هذه باش تجربهم فيها ماتش اوفيسيال راهو نخيلوا انه ناخذ وقتنا وتعطي روحك فرصه باش تشوفهم في دي ماتش باري خير مني ربما ترجع عليك بهم في ايشيونس بلو امبورتون دونك سيتي ان شوا تاع فيدراسيون واذا كان قلنا له العكس راهو لعب ليكيب تيب ولا نترشح دونك سيتي نوتر شوا اثنين كما قلت احنا اون شوازي ما نجموش ننساو البيرفورمانس هذه الكل وكان ثم شكون في عنده البيرفورمانس هذه الكل ذكروني بيه ونفكروا تاع ماتش كافير دونك احنا البيلون بالنسبه لنا احنا تاع نبيل معلول هي امبلومون بوزيتيف فوالا تفضل ما بليش باش نرجع للتالي برشا سي وديع انا جوست بور معناها عنده حق هو يسال في سؤال وخاطر احنا ديما هنا انا باش نمشي في 5 سنين الاخرين انت شديد كافير مثال اذا كان على 5 على 6 نمشي في مره على 5 معناها سي بلوس كو بوزيتيف خاطر تلقى حتى اونترنور على 6 ير 5 خاطر في 5 سنين الاخرانيين فيهم 5 تيتروات فشلت في واحده شكون ريتو معناها في العالم عمل هكا اذا كان فما حد تخرج عليه ماذا بينا نحب نعرف اذا كنت تحب تشد هذيك برك انت سا سي با بروبليم سي با ميان معناها فهمت معناها سي نخليو ديما احنا الباهي ونوقف واحده على 6 باهيين نشدوا في الخايب سي تيبيكمون تاعنا احنا مالوغوزمون هو تقريبا يسال على راي عام يقرا في راي عام ومع العلم الراي العام راهو تكون الشارع الرياضي بالذات تقيم على الفيسبوك على 100 ولا 200 ولا 300 ولا حتى 400 فيسبوكر على 10 ملايين ساكت سي با لو بارومتر مع العلم احنا ان شاء الله حتى في كيلكو زان اليوم مشاريع اللي معلول بور ان كوز وينات كي نعيشوا فرحه مع بعضنا ان شاء الله بعد الكاليفيكاسيون تو ايماجين سي وديع معناها انه 4 تيتوات 2011 ثم 2013 تيتو ثم تأهل للدور الثاني كأس العالم مع المنتخب الكويتي لولا الإيقاف. معناها كمان في ال5 سنين هذوما في الجيش القطري والتوا راهو يعرفوا سي وديع التوا يلوم عليه خاطر انا انسحبت انا مشيت راه خاطر انا جيت بور اون ميسيون بيان ديتيرميني هو يعرف قلت اذا كان فشلت وخفقت نمشي على روحي خاطر انا انسان نحب الربح ونحب الفوز كيما الناس الكل. اذا كان معناها في الفتره هذيك اخفقت فما حتى كلام اخفقت بور بوكو دو ريزون بوكو دو كونسيديراسيون اللي ما نحبش نرجع لهم انا لكن الاخفاق نتاعي انا ونتحمل مسؤوليته انا كامله لوحدي كيما سالت معناها سالني الاخ على اوريكاس برساك ديما الانترنور هو اللي يتحمل كل شيء ويتحمل هو وحده خاطر لي شوا هو يعمل حتى اذا كان اللاعب ما يلعبش مليح سي لو شوا دو لونترونور حتى اللاعب في بلاصه اللاعب هو اللي يهبط دونك هو لازم يتحمل مسؤوليته. ساشون كو سي نبيل وقت خطبه على العقد بدينا نناقشوا في الامور الماليه والبيوري قال لي سيدي انا شويه عن سؤال جاي في المهمه اعمل كونتراكت امتحان وانا وقت نبدا راجل فاشل وقت نحن وديع معناها هذه سامحني خاطر 100% باش يسالوني فيها قعدنا نقرا فيها وتتداول راهو. نبقى كلمه راني تكلمت مع سي وديع بالنسبه للمونطون تاع اللي قالوا لي انا قلت له هذاك هو مبروك خاطر عمري ما كانت عندي مشكل انا معناها مع السالير ولا مع واللي قاعد يداول الكل راهو ساليري بعيد برشا على السالير اللي كان ياخذ فيه مسيو اوريكاس بيرزا وبعيد برشا على قاعد الدوري اقل هاني وضحت هاني وضحت شوف خلينا نجاوب لا وين ولا عماش انا فيدراسيون تقول على وجوه شوف بس ما بقدر نتحمس برشا يا ولدي انا العقود نتاع العقود نتاع كويس
بجديه، لكن انا قلت بجديه هبش ساعه ما تلقى حتى جامعه بالعالم تنشر الاجر نتاع المنحه نتاعها. هذا عقد في حربه اللي كان المنحه لا انتريسي يحب يقول هو حر. الجامعه او المشغل بشكل عام ما عندوش الحق يخرج العقد واحنا نعملوا صفقه نقولوا عليها نتاع باش نبنيو اوتيل كيما ان شاء الله بيانتو باش نبداو فيه كيما عملنا الديانات هيك من حق باش تعرف. لا عندنا السمه دي عندنا حتى دارس زناتير وما حد ما يعرف القضيه. عندنا غالط غالط شنو انت في ترى معزه ترى معزه انا اقول لك غالط انت اي تحب تسالني سؤال خارج عن هذا انا مستعد لك نقول شيء تحب تسال تحب تشوف ما نعرف خليني نجاوب. لا خليني نسال انت تسال وانا نتكلم اخذ الوضوح. لكن انت اذا كان عندك سؤال مباشر علامات ولا عقد تلفزي مرحبا اسالني سؤال مباشر ونجاوب خويا. سكت والعقد تاع تلفزه واحد 4 مليارات ونص فيه قداش الماتش والدوري والكاس 450,000 دولار عملوا اريزون 25,000 دولار الماتش والتلفزه الوطنيه تكلف عليه 43,000 دينار الماتش. عندك سؤال اخر مرحبا. والقناه الكاس 600,000 دينار على العام شنو واخد؟ لا هذه عقود عادي مش نقولوا سينا بينا واحد يحكي نقول مرحبا. على كل حال نروح للسؤال اللي بعده. صباح الخير. نحب نسال الدكتور سؤال بما الاحداث اللي صارت مؤخرا احداث الشغب واللي دارت تصريحات الوزيره وبرشا مداخلين في المشهد الرياضي. وديع تعرف انت اللي مباراه غيني في تصفيات كاس العالم فما كان ضغط مسلط من الاتحاد الغيني وفما مباراه في تصفيات كاس افريقيا على ما يخص الويكلو انه تونس ماهيش مامنه يعني. درجة اللي اليوم دور الجامعه انها ايضا تتحدث مع جميع الاطراف ومنهم ايضا وزيره الرياضه حتى تكون تصريحات متصله لانه المنتخب عنده مباريات هامه ومصيريه في تونس ضد مصر وضد الكونغو الديمقراطيه واليوم العالم والقريه على مستوى الاعلام وينجموا يسوقوا هذا ما فماش سيكوريتي في الملاعب وفما عديد المشاكل ويحرمونا من الجماهير في مباريات مصيريه. ايضا سؤالي فني النبيل طبعا في اقل من شهر واسبوع باش تكون مباراه هامه في تصفيات كاس افريقيا ضد مصر. طبعا نبيل قيمه المنتخب في متابعه ليه في الكان لكن نتصور اللي في اسبوع تحضيرات وفي اول مصافحه هل باش تكون هناك تغييرات على حسب ما ريتوا ربما من اخلالات فنيه او انك باش تعود على الرومان وساتور في انتظار ربما مباريات تصفيات كاس العالم يكون عندك مزيد من الوقت وهامش اكثر من الاختيار. السؤال الاول انا نشاطرك الراي وديجا موقفنا البارح كجامعه مثل هذا سبقنا شويه عكس ما يقع تداوله احنا رافضين رفض قطعي للفلو جينيرال وهذا بلغناه قلنا له باش ناخذ به موقف وانا بلغته في الجلسه وقلنا له احنا باش ناخذ به موقف خاطر احنا ضد العقاب الجماعي ما تنجمش انت اليوم واحد يشوش والاخر يتعاقب. والاثنين دفعنا على استقلاليه الهياكل الرياضيه ثم رابطه اللي قالوا فو اليوم ما نتصورش انا شو اسمه اللي صار في الكلوب مع الكلوب البارح ماهوش كان هم عملوا ماهوش اول مره ماهوش شوف احنا اليوم انا مشيت مباشره لاخوينا كسواء جمهور الكلوب اللي تضرب كسواء الامنيين وحتى واحد ما يتشرف وما يحب مواطن تونسي يتجرح في ملعبه بامنيين وبمدنيين. ولكن خلينا نقول حقيقه بتاتر في تكثر حاجه على عامين نخافوا شنو اللي يصير نحن مش نخافوا. اليوم اللي صار من النادي الافريقي ما نضخموش برشا مش اول مره يصير. ما نلبسوهاش القلوب وجمهور القلوب كانوا كنا في حياه ورديه اول مره تصير هيك ينزل عليك. انا ضد الشيء هذا وموقفنا كجامعه واضح. ثم تقارير يقوم به الحكم ثم تقارير امني ثم تقارير يقوم به المراقب يجيب له الرابطه وتاخذ الديسيزيون نيسيسير اللي تراهم هي صالحه. هذا فيما يخص المباراة هذه. فيما يخص بقية المباريات احنا قطعيا رافضين رفض قطعي وبلغناه وكان صار موقف رانا مشغلنا موقف ذلك الجامعة ضد العقاب الجماعي وما نتصورش احنا معنا علم. في الجلسة اللي أشرف عليها السيد رئيس الحكومة اللي أموا هو بيدو بلغته رأي وهو بيدو هذا رأي. باش نبدو واضحين انا حتى الشهر ونص التالي وقت اجتمعنا في القصر وقال السيد رئيس الحكومه ثم شويه توترات اجتماعيه في البلاد وعلى الاحتجاجات صحيح المواطن هو بيدو اللي في الشارع ولا في الاستاد ولكن مضامين الفوتبول ما يكونش فيه حتى هو الحاجات هذه
وهاتش نفكروا مع بعضنا، هات مع بعضنا شو نجموا نعملوا مع بعضنا، احنا مش جايبينكم باش نقول لكم احنا جايين مع بعضنا نفكروا. قال بيدو من الراي اللي كنت نقول فيه انا، دونك ما نصورش انا في مستوى هرم السلطه هم بيدهم ينجموا يفكروا بالشيء، التصريحات اللي صار تلزم اصحابها. فما ناس مش فاهمه الكوره، مش فاهمه السبور، فما الشعبويه اليوم مش عارفين الكلوب تونيزيان عندهم في جمعه باش تبدا ديزيشيونس امبورتون الكاف الشامبيونز ليج، فما ليكيب ناسيونال راهو مش معقول البارح اللي قاعد صار معناها مش طريق عقاب جماعي باش نطمنك واش باش يصير، نطمنك واش يصير. في المغرب تحت واحد دربي تلعب بمرات 50,000 سبيكتاتور الواقع والرجاء بعد الشهر ولا شيء. موقفكم انتم اليوم كحكومه ناسيونال وكلي جرون كلوب اللي شعبوا التفريق راه سي تريزون. لا لي جرون كلوب هذا مش في كلوب جرون كلوب، احنا نصمم ريسبونسابل على الكل. اي احنا ريسبونسابل على العباد الكل. عقليه العقاب الجماعي ماهيش باش تكون موقفنا واضح. الجزء هذا تفضلوا بعد جاوبوا بعد بارك الله فيك. بالنسبه للتحضيرات كما المنتخب المصري طبعا كنت نحمد ان التحضيرات تكون اطول شويه، واحنا باش نحاول كما قلت الجوار نتاعنا اللي يلعبوا برا نحاول نجيبوهم على فترات متفاوته، اللي يوفى الشامبيون نتاعو بعد 4-5 ايام يبدا لونترينمون باش نعملوا ستاج اوفير حتى لين يخرجوا علينا معناها لي جوار نتاع اللي يلعبوا في الكوب جورني نتاع الكوب دافريكا هذيك لوكات في الليل وصاير نبداو ستاج في الليل نتاعنا كيما احنا تمنيت ان يكون عندي برشا وقت. نفس الشيء هذا الشيء الوحيد اللي مقلقني انا شويه هي الفتره القصيره تاع تحضير المباريات، لان يعني حاجه مهمه جدا لازم يعرفوها الاخوه الصحفيين. راهو شهر اونترينمون، شهر في جمعيه يساوي اونترينمون عام كامل في منتخب. عام معناها تتلاقى مع في عام كامل مع لاعبين المنتخب يساوي شهر في جمعيه. لانك يعني في جمعيه ترانا 6 à 7 سيونس دونترينمون، وانت تشوف الملاعبيه باش تحسنهم وتطورهم وتوصل لهم معناها فكرك الكروي. في المنتخب 4 ايام عندك معناها ماكسيموم 5-6 جورني فيفا في العام، معناها تتحاول باش تصور معناها انه دائما الفترات القصيره هذه هي ما تخليش المدرب ممكن يوصل افكار، ولكن باش نحاول احنا بمعرفتي الكبيره كما قلت دافع نتاع متابعتي لكوب دافريك ومتابعتي للمنتخب وايضا تدريب المنتخب ومعرفتي الكبيره بالشامبيونات نتاع تونس، انه نحاول رغم قصر المده هذه باش نوصلوا افكارنا ان شاء الله للاعبين. صباح الخير. والله الملعب باش نعمل معناها تقرير من الجامعه وان شاء الله معناها دون لي 3-4 جور الجايين معناها تعرفوا باش يكون الماتش ب 11 معناها المفروض علينا معناها دي سميه لازم نلعب فوالا الدات تاع الماتش سي 11 جوان. احنا نضرب ريفيرونس الوحيده هو اللي دار لا بلوز. صباح الخير. كريم يحيى مغسل الاعلام المصري. يعني اولا طبعا يعني بتمنى للمدرب نبيل معلول كل التوفيق حقيقه يعني، ونتمنى مباراه جيده المستوى بين مصر وتونس بصرف النظر فائز. وبالتاكيد انت وجه معروف مش في تونس فقط، في مصر وفي الدول العربيه. اسمح لي ان انا اسال حضرتك يعني بضع اسئله. اولا ما تقييمك للمستوى الفني للمنتخب المصري في الفتره الحاليه الان؟ على ضوء طبعا متابعتك كمحلل وكمعلق، واهم اللاعبين الذي يحسب حسابهم. وهل تتوقع للمنتخب المصري انه يكون لديه فرص كبيره للتاهل لنهائيات كاس العالم؟ السؤال الاخر، هل ستستعين بعلي معلول لاعب الاهلي في المباراه القادمه او في المنتخب يعني في تشكيل المنتخب الاساسي؟ هل تتضمن استعدادات المنتخب التونسي لمباراه مصر معسكر تدريب بالخارج ام الوقت زي ما حضرتك بتقول قصير جدا او ضيق؟ بالنسبه لسيل جريء اخ كرم هذا انترفيو ابدا والله على الانترفيو. بالنسبه لسيل جريء ما الذي يعنيه العوده للمدرب الوطني بالنسبه لتونس بعد فتره من الوقت؟ شكرا. سؤالي انا معناها شو يعني رجوع المدرب الوطني؟
رجوع ابن الدار الى دار تسامحوا قلت الدار رجع الدار. طبعا مستوى المنتخب المصري تطور كثير في الفترة الأخيرة، خاصة بعد غيابه ل3 مرات متتالية و4 مرات متتالية على نهائيات كأس أفريقيا. شاهدنا المنتخب المصري بوصوله إلى نهائيات كأس أفريقيا كان من أفضل المنتخبات على الصعيد الأفريقي. هيكتور كوبر بدون أدنى شك وضع بصمته على المنتخب المصري. صحيح أنه طريقة اللعب تغيرت بالنسبة للمنتخب المصري، ما عادش موجودة اللمسة الفنية الكبيرة والتسلسل الكرة من المناطق الخلفية، ولينا نشاهدوا معناها في فريق أكثر يلعب لعب مباشر حسب إمكانيات اللاعبين. وواضح أنه الخطة معناها موضوعة باش تحط معناها محمد صلاح في الاستعدادات الكاملة باش يقدر يسجل ولا يعمل أسيست. اللاعبين المتميزين كثيرين ما نحبش نعددهم أنا، لكن قوة المنتخب تكمن خاصة في الجماعية الموجودة سواء في الخط الخلفي أو في خط وسط الميدان أو في الخط الأمامي. طبعا الفرص بالنسبة للتأهل كأس العالم أظن أنه فرص كبيرة، لأن المنتخب المصري حاليا متصدر المجموعة بتاعه فارق 5 نقاط أظن على المنتخب الغاني، وعنده مباراتين معناها مازال مباراة ضد المنتخب الغاني، يعني فرصة كبيرة للمنتخب المصري باش يرجع ويشارك في كأس العالم بعد آخر مرة شارك فيها سنة 90. بالنسبة لعلي معلول طبعا بدون أدنى شك إذا كان يكون ما فيش إصابة، لأنه نعرفوا أنه هو باش يلتحق معنا بالمنتخب في الأسبوع الأخير، لأنه نعرفوا أنه النادي الأهلي مثل الفرق التونسية يشارك في الشامبيونز ليج الأفريقية وعنده مباراة معناها في الجورني هذيك معناها يوم 2 أو 3 أو 4 جوان، وإن شاء الله بعدها مباشرة يلتحق بالمنتخب إن شاء الله. لا نبيت يسالني على التقييم، وقلت انا مره الاسبوع كنا نقيم بشكل سطحي وعندنا ازمه تقييم. اليوم من 2011 حتى 2016 المنتخب التونسي هو المنتخب المغاربي الوحيد اللي ما غاب حتى الاشيونس اللي كان. مصر غاب 3 مرات، الجزائر غاب، المغرب غاب، ليبيا غاب، لان تونس الوحيده اللي من 2011 2016 اللي كانت كانسان تونس حاضره فيه. تونس اوسي au niveau de club من 2011 2016 اول فريق وصل اول نمبر دي فينال اللي وصلنا للفريق بتاعنا تونس هي الاول، باعتبار الكلوب تونيزيان وصلوا 5 فوا لافينال، وتونس ومصر الثاني ب4، وتونس كيف هي الاولى au niveau des titres des clubs مع مصر اخذنا 3-3. دونك المسيره ما تنجمش تقول اليوم اول فريق افريقي هو ليتوال، ثاني فريق افريقي هو الاسبيرونس، اول بطوله افريقيه وعربيه هي تونس. ما نجموش نقول هذه صوره قادمه كما البعض يحب يسوق لها. صحيح ماهيش ورديه، لان بتنجم تكون ورديه كمان في الكوب دي موند وعلى الاقل نقولوا كاريداس، هذا نعرفوه. مي اليوم زاد الانسان يكون اوبجيكتيف بارابور اللي زاد بنسال اللي نلعبوا معاهم. شنو هي الامكانيات البشريه بتاعنا؟ ما نحكيش عن الامكانيات الماديه اللي في مستوى مغاربي يكونوا خير منا برشا، ولكن خلينا نحكي عن الامكانيات البشريه في مستوى لاعبين دوليين. اليوم كي تشوف السنغال وغانا والكاميرون ونيجيريا وغيرها قداش عندهم ملاعب اكسباتريين وفيناهم فرق يلعبوا. دونك احنا نعملوا ديما على المجموعه، والحمد لله بنفس المجموعه هذه تقريبا على اختلاف مدربيها كنا ديما متواجدين في كوب دافريك عكس جيراننا، لا متواجدين ديما في الكاردي فينال. اليوم وقت روحنا في الكاردي فينال احنا والمغرب، المغرب من 2004 اول مره توصل الكاردي فينال، الناس احتفالات في المغرب كيفاش وصلنا الكاردي فينال، واحنا ثم الناس تفوق على الفشل. في حين انه ميزانيه الفيدراسيون تاع المغرب 120 مره كانت الميزانيه تاع تونس. وما نتصورش احنا عندنا عدد لاعبين اكثر برشا من المغرب في مستوى بطولات اجنبيه. دونك الصوره ماهيش ورديه، ولكن ما نعرفوش كنا نتصور زاد المسيره الايجابيه، ولكن ما تنجم تكون ورديه كما فينا كوب دي موند وكما ان شاء الله على الاقل نصف نهائي كاس افريقيا، وهذا ما نطلعوا له في المستقبل ان شاء الله. تفضل سلام. السلام عليكم. سلام مجدد من اكسبريس حكام. حاب نسأل على حكيت بالك على الاسباب اقاله كاسبر جاك. حابين نسأل على التوقيت تاع اقاله كاسبر جاك، قلت عملت انتيسيبيت انت وفما دوافع. نعرف المنتخب لعب مقابلات ضد منتخب المغرب عمل كان محترمه كيف الكاميرون بطل افريقيا، لعبنا منقصين من 5 تقريبا ركائز المنتخب واهم لاعبيه. حبيت نعرف شنو من الاسباب اللي انت قلت عليهم على الدوافع نتاعي خلات التوقيل كاسبر جاك. السؤال الثاني، قلت بعد عامين عملت عقد مع عبيد مع مدرب نبيل معبود،
معناتها حاب نفهم من كلامك اللي مش مربوط بالتأهل لكأس العالم العام هذا ولا لا؟ السؤال الثالث الفقرات الأخير، النجاحات نتاع مدرب نبيل معلول بالك ممكن حسيت استهزأت شويه من السؤال نتاع زميلي، لكن الناس الكل 15 عام منتخبنا ما تأهلش لكأس العالم، ما عادش كتبوا على فيسبوك وحاجات هكا، لكن لو كان تهبط الشارع سي وديع نسبة برشا عباد صحيح غاضبين والتوا في قلوبهم الانسحاب من كأس العالم بعد 15 عام ما تأهلناش ضد منتخب مغمور خلينا نقولوا في رادس، وحابين كيف العلاقه تاع نبيل معلول مع النوادي التونسيه ممكن متبادله شويه، ما هذا الكل ما خوفكش متعاقد مع نبيل معلول. شكرا. انا ما استهزأت بحد، ما استهزأت بيه. هو معني كلام قلت ما استهزأتش بيه. انا قلت التقييم بدات ردة فعل، قلت ما نعرفش انت منين معناها الاستنتاج الافتتاح ما راي عام، ما تحملش رايك انت الشخصي، وبدات بالنسبه لك انت على ردود الفعل بتاع الفيسبوك مش استهزاء، انا نسال على الناس اللي غضبانين ساعه انا ولا تقول انا راه مكتب جامع، ما خافوش واش القرار، نتاكدوا انه بالنسبه لنا احنا نبيل معلول بلابل كنت صارت فعلا نقرر. وكيف ما نعاقبوا مسؤول ونعرف ان رده الفعل باش تكون كبيره رانا نعرف. دونك وقت لازم ناخذ قرار في تقديرنا احنا سليم، رانا ما نفكروش برشا في ردود الفعل الحق. هذا بالنسبه للتعيين نبيل معلول. بالنسبه اللي قال كاسبرجاك، شوف كاسبرجاك اتفقت معه مباشره بعد العوده على قاطع العلاقه التعاقديه بالطرف. واتفقنا على كل شيء بما فيه الامور الماديه. عكس ما صرح به مالوريزمون، ولا راني كنقول لك عندي امال في كونفيرم كلامي هذا جاي من المحامي. لو 3 ابريل. دونك مباشره بعد ما رحنا المغرب اتفقنا مالوريزمون بعد سيوري قال لي مره يقول لي لا اللي جورناليست معايا، مره يقول لي لا انا عملت ميكرو تروتوار في لابني الشعب معايا، مره يقول لا انا بطلت مانيش باش نحي شاورت مع اكس وذاك وذاك، هذا تقديره هو الشديد. دونك بعد ما اتفقنا على كل شيء تراجع، دونك عملنا له ليسونسمون. شنو هما الدوافع؟ ما تعرف هو جائز يتم تراجع من جانبه ويرجع للاتفاق بالتراجع كيما نجموا نمشيو الفيفا. دونك الدوافع نتاعي ما نجمش نحرقها، لانه الدوافع تاع جوانب اداريه وثم جوانب اللي ما نجمش نصرح بها ندافع بها عن الملف اذا كان وصلنا لكيش فيفا كله، ولكن دوافع خلاتنا ناخذ قرار بكل مسؤوليه، لان خوفنا من لا جيستيون دو جروب، تنجم تفهمني هكا، وخوفنا من لا جيستيون دو جروب دي بوان دو في ديسبليناتي تكنيكو تكتيك. دونك بدينا خايفين شويه بالتشاور مع بعضنا، بالتشاور مع الاداره الفنيه، اكثر من هيك ما نقدرش نقول، لاني نحترم السيد، عملنا معاه عام ونص باهيين، انسان محترم متربي، ونشكر عليه كل ما نفتح لا سيباراسيون كونتراكتويال بارفوا سي با لي زون. دونك تكون الناس ملاح ناس ملاح، كي حد تقول راهو باش نقطعوا كيما ينجم يكون ردة فعل هاديه، كيما ينجم يكون يقول لك انا شفت بعقدي واللي ما عادش الشخص يكون تعرف. دونك لو كونفلي كونتراكتويال اللي ما بيناتنا اللي نجم يمشي في فار، ما نجمش انا نعطي كل شيء باعتبار اني عندي دي دوني واجب التحفظ عليا باش نستعملها وقت اللي لازم استعمالهم. دونك هذا زوج سؤالات. العقد شو؟ تقريبا الامام كان سابق مع سامي هو ترابيزي هو مش انا. وقت تتعاقد مع اللاعب دولي وتتعاقد مع التونسي صحيح ثم علاقه تعاقديه نوار سور بلون، اما التعاقد مورال لانه عندنا درابو كومون وعندنا نظام كومون ما تماش. اليوم كان تقول لي لا قدر الله ما ترشحناش، نقول لك قدر ربي ترشح، انا اللي قاعد بوزيتيف. تفضل. بالنسبه لسي نبيل على التعامل مع موضوع الانضباط المنتخب، ثم اللاعبيه ولاو معروفين بالفضايح تاعهم في الناسيونال، سواء في كود افريك، يعني الملاعب يصاحب الواقع الشهيره نتاع اسمع العار اللي حام بها شعب كامل، والخلاف في الليسته نتاع ماتش المغرب. نفس اللاعب هذاك ماتش المغرب هم لاعبين اخرين مشى مثل اليوم خمر وغدا امر، برغم هذا لعبت خلاف في الناسيونال معناتها مازال موجود. انت كيفاش تتعامل معهم اللاعبيه هذوما اللي قاعدين يسموا في الاجواء في الناسيونال؟ الجزء الاول تابعني انا لانه ماضي. الجزء الثاني كيفاش باش نعمل معهم غدا يهم سي نبيل. اولا الامر والخمر هذا ما ريتوش، ما نتصورش انه كان ثم ريتو اعطيني تصوير. ما نتصورش انا هل الموايا اللي موجودين توا بتاع تصوير وبتاع حوشار لوير ثم واحد يحس الجوار يعمل الشيء هذا وما يصورش حتى باش يصور التصوير حتى من كلامه. اذا كان ثم دليل هذا ايميدياتمون اون فا دو لا دي ابي. احنا نعرف ساعه
تحرق فلوس يسووك. اليوم 5 ونص ولا بريبوني في الكان الجلسه حكي عليها مالجري اللي ما يعرفش العباد تصور فيه لقطاته كاميرا محطوطه على القاع صحيح ولا لا؟ والسيد بيصور موجود ما هوش حتى عملها للكاميرا ما حقوش عملها اونانتير مع اصحابه يفدك ما يفدكش هيك احنا تصرفنا معاه اونانتير عيناه وتصرفنا معاه اونانتير لانه شفنا بيه الصور وتاكدنا انه ما يموجها حتى حد لا موجه الاعلام ولا راي العقل. بالنسبه للمغرب الكلام اللي صار غلط وكان ثم واحد مغربي ولا تونسي ياكد لي ب 10 صور انا صرت اما كلام يتقال هكاك واشاعات هكاك مع العلم ثم زوج مدن ثم زوج دول اي مره نمشيو لهم يخرج حديث بعض ولا كيف يحشوا في جامعه ما يدومش في جامعه سكروا عليه يخرج اشاعه ومشاو وعملوا وين يمشوا هذا الغريب عاد يمشوا فيه يزيدوا دونك على الاقل تبدا ديفيرسيون حاضره وسيرتو وقت تجيش المنتخب كان مشات المنتخب وعندنا واش باهي راهي ما صارتش الاشاعه هذه ومع العلم اي انسان بشكل مباشر او غير مباشر عنده ما يفيد صحه الكلام اللي وصلت ب 10 صور يا خويا حتى احنا نحبوا نعرفوها خلينا نعرفوها مدى الحياه اما ما نجموش نتعاملوا مع الاشاعه عندنا 2 ولا 3 سيكوريتي عندنا جيوفونتاج احنا طريق بواب كل بيت شدوا حد ما عادش كيفاش كان ثم دليل نمشي معاك نضيف شويه جور كان في بيته شكون لا معناها لازم صوره كان في بيته تقول اشاعه غلطه معناها لا ثبت شكون ياكد انه صار في الاوتيل لانه حد من الجميع يعرف ولا ثبت شكون ياكد انه صار ما نجوش نبنيو اشاعه ونعرفوا احنا من اليسار فاست انه ثم يكون باجتهاد ما تخرج حاجه على العكاشه تقديري انا ما ثماش ولكن كما قدر الله لنا عطينا 10 دقائق تفضل بدايه حلقه شفره كيف خزري باش يعملوا خزري البارح انا وياه اليوم برضه دماج على الاكيب بتاعك وخزري هو اللي نقرا في خزري القرب عشان باش يقطع المنتخب وتفل معناها بلغه شعبيه دمعه معناها بعيد كل البعد بعد ما صارت كان كلمته واعتذر وبعد ما قلنا ما نساش الكونفوكاسيون لانه مش معقول ناخذ حاجات حتى من ولدي يعمل حاجه تحبوا وتعنقوا وتبوسوا لكن تعاقبوا ولا تقولوا لا هذه لازمها حاجه سيد باتصال به وبالعكس قد باش نتكلم سي نبيل عندي نكيد بلوزور مالوريزمون انا نسقط مع كاسبرجاك عندي عرس لو 10 جوان وكل شيء عملته وكل شيء ريزرفيته باش نسقط مع سي نبيل الجوان اللي كانت قريبه منها عملت ريزرفاسيون كل دي شوا بتاتا باش يولي لي صعيب عليا كيفاش باش نبدل في فرنسا ريزرفاسيون تاع عرسي شويه اخذ كاسبرجاك اعطاني بوتوريزاسيون مثال باش نقال يسيب على حتى انا في مصر شويه عندي ركبتي بتاتا سي اون اوكازيون جامي باش تبع على قاعده لاني جو كونت بوكو على ليشونس تاع كوب دي موند وراه البريزيدون راني نحب نمشي جمعيه كورانتر كومبيتيتيف معناها شخص يفكر بالشكل هذا وشخص هو بيدو معناها كي كلمته تلقاه من دفاع ويفكر في كوب دي موند وانا نحب نسوقه كونه هو يحب يعمل رد فعل باش بيجيش وديجا باش يجي حتى باش يقعد نهار مع سي نبيل انا سبيسيالمون باش يجي هو جوست دير كون راه الفيلم قال عليه انا عملت حاجه اتعاقبت نستاهل وانا نرجع الكيب نتاعي زيد وفي حاجه اللي تو خاصه تو الفتره هذه الكيب معناها في فتره صعيبه يتبوا الكيب نتاعو طاحت دونك لازمنا نحاولوا نزولوا المورال والروفينير ما نعرفش نرجعوا للكيستيون انا كرة القدم يساوي انضباط اذا كان ما فهمش انضباط ممكن فما برشا اخوان هنا وجوه عندي 20 سنه نعرفهم انا ما عنديش مشكل في الحكايه هذه اقل حاجه نخاف منها خاطر كل لاعب اللي يكون موجود في الليكيب اللي درب فيها انا ولا في المنتخب يعرف ما هو وما عليه من اول النهار عندنا سكه نمشيو عليها مشى معنا مرحبا بيه ما مشاش معنا مشى نروحوا لبرا واحد من غير احنا ما نعملوش ويظهر لي معناها في الفترة سامحني في الفترة اللي قضيتها أنا بون لي زيكار موجودين راهو في كل المنتخبات وفي كل الفرق وما تنجمش راهو وما تنجمش يكونوا مثلا أنت عيط 25 لاعب ما تنجمش يكون عندك 25 لاعب الله أكبر نهاركم فما منا أنت لازم كيفاش تحاول تلقى لو جوست ميليو باش تخليهم الناس الكل يمشيو على سكة هذا مستانس بالريتم الذي بيان ديترميني هذا مستانس هكا لكن اهم شيء انه تحاول تقرب انت وتخليهم كلهم ماشيين على فيها عثماني فهمتكم شكرا فهمتكم سؤال لسي نبيل وسي وليد في نفس الوقت
فيما يخص اللاعبين اللي يجوا من برا، اللاعبين التوانسه المحترفين. في المده الاخرى شفنا وهي ظاهره مش جديده على الجامعه، يعني من سنوات في الجامعه كل مره يعيطوا للاعب يعني نكره مش معروف كما صار في الفتره الاخرانيه. اللاعب يجي من ديفيزيون 3 وديفيزيون 4 ويتعيط للمنتخب، لاعب اخر عمره 27 و28 يجي يعيطوا للمنتخب. ما نعرفش انا السؤال كما هذا، اذا كان اللاعبي باش يفيد للمنتخب نعيطوا له من برا، يا اما يكون كونفيرمي بالحق ويعاون كما صار في الجزائر. في الجزائر ما يجيبوش لاعبي مش كونفيرمي في الاوروب، يا اما لاعبي معروف باسمه ويلعب في كيب صحيحه سينو ما يجيش للمنتخب. اذا كان باش يجي باش يلعب معك عام اثنين او مره يجيب مره يجيب، شنو هي الفائده؟ انا من رايي التوانسه الكل حسب ما نسمع دائما في الاسئله يقول لك يا خويا انا نعطي الفرصه للاعب في تونس ونجي نستفاد منه ويطلع ويعطي للمنتخب نجمش تقول لي شكون تروزيام ديفيزيون كاتريام ديفيزيون؟ تعطيني اسم واحد. اللاعبيه كيما هذا واحد كيما دايلاند برون اللاعبيه واحد ديفيزيون 2 اي با ديفيزيون 3 في ديفيزيون 2 ولكن ما تصوريش انا باش يكون افضل من اللاعب في البطوله. لا انا قلت جبنا تروزيام كاتريام ديفيزيون، قلت لك اعطيني اسم. هذا ما جبناش تروزيام، تقول لي ديزيام ديفيزيون نجاوب نطلع معك. انا نحكي لك مش على الفتره الحاليه، قلت لك من سنوات في المنتخب تصير الامور هذه، يعني مش على الفتره الحاليه بس. ساعه خلينا نجاوب على 5 سنين ولا 6 سنين. جبنا حتى لاعب ينجح في ديفيزيون 3 ولا ديفيزيون 4. اللاعبيه اللي جبناها كل يا اما في المنتخب الاولى يا اما في المنتخب الثانيه تاع احدى البطولات الاوروبيه، ويبدا يبقى التقدير الفني ديما للمنتخب. سي فو بلي سامحني ما نجموش نعملوا كومباريزون بينه وبين الجزائر. شوف الليسته تاع الجزائر في الكوب دافريك الاخرانيه اولا لي موان مش كيف كيف. تاع الجزائر نسمع معنا لي موان فينونسي مش كيف كيف. اخواننا الجزائريه معناها ما شاء الله عليهم، ثم اللاعبين الجزائريين فما برشا موجودين وينشطوا في فرق. انت معناها عطيت اكزومبل اللي ممكن اكثر لاعب باش يكونوا مستقبل في هو ديلان. مطلوب من فرق كبيره حاليا نتبع فيها انا توا في انجلترا وفي ايطاليا وفي فرنسا. بالعكس احنا لما نلقى واحد هكايا فيه شويه ضوء لازم نعيطوا له، خاطر انا بالي تراديسيون تاع الجزائر ولا تاع المغرب احنا بالنسبه للاعبين اللي يلعبوا لبرا لازمنا نركزوا عليه، لازمنا نعرفوا نختاروه وندخلوه في الجو. هذا الشيء نسعوا عملنا سليو احنا توا خاصه بالشيء هذا، مش لا بالشيء هذا هذا مهم جدا بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للمنتخب. انا ما يلزمناش نعملوا اللاعب اللي يلعب بالبرا راهو تونسي، ما عندناش فرق بين يلعب بالبرا ولا يلعب في تونس. لو بلوز امبورتون انه ينجم يفيد المنتخب، ما عندناش مشكل في هذا. 3 ريفيراليات. تفضل. على الموجب صراحه حبيت نسال الدكتور تحكي عن المنتخب الوطني التونسي من 2011 2016 ما غابش على الكان. المنتخب التونسي من 94 حتى 2016 ما غابش على الكان. ديما احسن حاجه عملناها هي معناها التيتر نتاع 2004 السنه اللي كان موجود معناها لي زوبجيكتيف نتاعو المنتخب الوطني التونسي. عملنا لانكار معناها باش نتفقوا كيما المغرب ولا غيرها الانتخاب شنو باش يكون الهدف معناها مازلنا في المرحله الاولى الوصول لنهائيات المنتخب التونسي في الوقت الحالي نجم يراهن على كاس افريقيا ولا لا. بالنسبه لكاس العالم تقريبا المنتخب التونسي من 15 سنه من 2002 ما ترشحنيش كاس العالم، من 2006 ما ترشحنيش كاس العالم. بالنسبه ليكم معناها في المجموعه الموجود فيها المنتخب التونسي توا الكونغو الديمقراطيه كان باش تصعد معناها المواجهات معاه كاس العالم باش نمشي وشنو باش يكون الهدف من الوصول لكاس العالم الجاي. سؤال اخير هاي سؤال ليك سي نبيل بالنسبه للستاف تكنيك فما برشا معناها سمعنا برشا اسماء كيما مراد العقبي كيما نادر داود برشا اسماء اخرى مازلنا ما عرفناش الستاف. بالنسبه تشوفوا فما ديزونسيان جوار موجودين معاك دم ولا الجزء الاول ساعه انا عملت كومباريزون على 5 سنين. تونس عندها الميريت انها 13 مره متتاليه ما غابتش على كاس افريقيا، مع العلم 13 مره هذه انطلقت من 94 وقت تونس بدات في الاحتراف. والعباد اللي تحب تسوق انه الاحتراف خايف تونس قبل الاحتراف مشينا 5 مرات بركه كاس افريقيا بعد الاحتراف معنا 38 سنه مشينا 5 مرات و22 سنه مشينا 13 مره. كيف قبل الاحتراف عملنا 4 مرات نوصلوا الفينال ونيفو دو كلوب
بعد 94 وصلنا 28 مره ونيفو دو كلوب. قبل الاحتراف لو كلوب خذوا دو كوب دافريك برك تضامن من كاف الاتحاد الافريقي والشامبيونز ليج. بعد الاحتراف 94 خذنا 15 مره. دونك تجربه الاحتراف على مستوى النتائج هذا ستاتستيك يجب يكون كان ايجابي. بقى انا الخمس سنين هذا ما ركزت عليهم باعتبار تقييم مشاركاتنا في الخمس سنين هذه بارابور جيراننا وبارابور الامكانيات البشريه والماديه. قلت انه تونس الوحيده اللي ما غابتش. بقى قلت انت كاس العالم ما نجم نكونوا راضيين، تو احنا 4 مرات في الكارت فينال ما عادش نجموا نكونوا راضيين انما نوصلوا على الاقل ديمي فينال ونمشيو كاس العالم. سينو اللي ظهر الموت تام رياضي ما يجب يتحقق كما نوصلوا الاهداف هذو ما شاء الله. طبعا امنيتنا نترشحوا مجموعه صعبه، خاصه جمله من افضل المنتخبات اللي موجوده حاليا، عندهم عده لاعبين اللي ينشطوا لبرا. شفنا الليست بتاعهم بتاع الكوب دافريك الاخرانيه فيها 5 لاعبين فقط معناها ينشطوا في الكونغو، 3 من مازيمبي وزوز من فيتا. والماتش الاخراني اللي لعبوه في فيفا داي بتاع مارس 3 بركه ولاو موجودين معناها 2 مازيمبي و1 من فيتا. من حسن فما حاجه بوزيتيف كي تري امبورطونت اللي باش تعاوننا في مباراتنا مع الكونغو، انه الترجي مشي يتحول قبلنا معناها ويلعب ضد الفريق اللي يدرب فيه نفس المدرب يدرب في الفريق ويدرب في المنتخب، معناها تكون عندنا فكره ممكن اكثر واضحه على طريقه تفكيره وعلى فلسفته الكرويه على طريقه التعامل مع المباريات. بالنسبه للستاف ممكن انا حكيت من الاول بالكل عليه، نعاود نجاوبك على السؤال هذا مش مشكل. قلنا انه نحاول باش نخليو طبعا نفس الستاف اللي كان مع مسيو اونري، وان شاء الله الايام القليله القادمه خاطر فما شامبيونا فما ناس باش تدخل الستاف موجوده توا تدرب في الشامبيونا نتاعنا باش ما نشوشروش عليهم. باش سي وديع معناها يتكلم مع رؤساء الجمعيه، تعرف انه فما بلاي اوف وبلاي اوت ماتشوات امبورتون اللي باش يكونوا موجودين وباش نعرف نعنوا على الناس الكل مع بعض ان شاء الله. سي نبيل، اول حاجه نتمنى لك النجاح ان شاء الله في التجربه نتاعك. اما ثاني حاجه انت حكيت على الاكسبيريونس نتاع ليكيب ناسيونال في الكوب دافريك الاخرى، يظل العباد الكل قالوا معناها عندنا اكيب تكون كره مليحه معناها بلغه الكوارثيه، لكن فما الحاجه النيجاتيف يمكن الدوبلور نتاع اللاعبيه. ما عندناش بنك، يمكن ماتش بوركينا فاسو كانت كلاب تاع البنك باش تشوف شكون بلاصته بالخزر ولا يوسف المساكني، نفقدوا اللاعبين كيما يوسف ولا كيما وهبي مثلا. فما اليوم برشا عباد يحكيوا على انس البدري، يحكيوا على عبد القادر المسلاتي، عباد لاعبين. انت قاعد تخمم في الشيء هذا، وهل انه الجروب هذا مش يتبدل معناها بنسبه كبيره ولا مش تكمل بالكيب هذا؟ وعندي اشاعات سي وديع بصراحه نحكيو برشا اشاعات على المنتخب الوطني التونسي. هل انه فما لاعبيه اليوم فارضه نفسها معناها في المنتخب وهي اللي تحكم في الاكيب؟ وثاني حاجه زاد نرجع لك سي نبيل، معناها نحكيو على ايمن عبد النور. ايمن عبد النور تمس معناها بسيشيكمون في الكوب دافريك الاخرانيه، ما نعرفش كيفاش باش تعاملوا معاه في الحكايه هذه، وهل مش يكون معناها في القائمه معناها القادمه نتاع المنتخب؟ تنجمش تقول شكون اللاعبين؟ نحكيو على اللاعب خاطري تو ما نحبش نجبد على الحق على ولادنا وولادي باعتبار انا يا جماعه تو انه ولدك نجم عقل مثلا ما تحكيش هذا. خاطري هذه ديمونسيون وقت النقطه اللي تي كارتي فجاني سياسي تدريب هذه ديمونسيون يوسف المساكي اللي هي كادرون بالماتش سيراليون فلسطين قبل 40 ساعه تنحل هذه ديمونسيون في الكيب ناسيونال. هذوما ولادنا، ولكن ظهر لي اللي كان جاو ثم لاعبيه فرديه بالشكل كان انت هل التصرفات اللي قمنا بها اذا كان تقصد انتيليجامون عملت لي انا سؤال بعد عديت النبي تقصد ايمن عبد النور نجاوب. انا ما تقصد هيك معناها ما عشر سؤال لي شوف ايمن عبد النور يبقى دائما الشهداء العمر حد ما نجم يفرض. كان العطاء بتاعك وكان المدرب بتاعك. سوف كو عبد النور انا لاحظ مالوريزمون بارفوا انا مش خش تحمل الاعلام ولا تكون حتى تحمل شعب. انا لا تحمل اليوم في منتخبات اخرى يبدا عندهم لاعب ينشط في بطوله اجنبيه، الناس الكل معاه والناس تتفرج عليه وحتى كيف يغلط نحاول نزور المرأة. احنا مالوريزمون ولادنا ديما نضربوا نصبروا شويه وبعد العصا
اكثر من المسؤوليه. انا بالعكس تقديري انا الجامعه دوا سوتونير اللاعبين تحت يعمل باساج فيه من غير ما تفرض ما يلعب، والمدرب اللي يقبل باش تفرض عليه الجامعه راه ما عندوش شخصيه مش مدرب ولا مفرض على حد. تقول وسي نبيل كانت تجربه سابقه وسي سامي ترابيسي كانت تجربه سابقه، شكون المدرب اللي جاي معاه كانوا فرضوا عليه؟ لا فارق معاه. زعما باش نفرضوا ملاعب يخسرنا معناها احنا باش نضحيو بروحنا الكل خاطر ملاعب يلعب. مع العلم انه امين عبد النور لما حد يشوف القيمتات ظهر لي تولوز وموناكو وكومون ديراج وبالانس واليوم مارسيل كلهم ما يعرفوش كوره كان احنا ناخذ ظهر لله. باقي كل لاعب ينجم يعمل باساج فيت، الباساج فيت اللي يعمل المدرب يقارنوا الكاليتي بتاعه والكونسيبسيون تكتيك بتاعه بارابورش عندي يبقى ديما عبد النور افضل. لا قاعدين ورا بعض نفس السؤال اللي سالوه ملوك باش نرجع نسينا الباهي الكل نتاع عبد النور قعدنا شاهدين كذا انا ما عملوا خذوا الكيستيون. انا البارح انا واقف في التليفون ممكن نص ساعه ولا نتكلم انا وياه خاطر توا عبد النور في الوقت هذا عملوا لاحشتوا بيانا لاحشتوا بحتى حد يليتي ايفوريك موناكو واصله في الشامبيونز ليج يليتي لان ميور دي ديفونسور اوروبيان وقت العالم كله يحكي عليه ماشي لتشيلسي ماشي مش نعرفين صحيح ولا لا. توا حاجته بينهم ضروري دي بليسي توا اكتوالمون معناها عمل ديشيرول في ليزيستيو قاعد يداوي فيها وباش يحاول يرجع معناها في الواحد لا بزون باش يكون موجود معنا خاطر اذا كان احنا على كثرتهم احنا اللاعبين نتاعنا اللي يلعبوا في الليغا ولا يلعب في فرق كبيره في اوروبا يلعب في الليغا او يلعب في فرنسا. احنا ماناش سامحوني ما عملناش الجزائر ولا مصر واحد يلعب في روما والاخر يلعب في ارسنال والاخر يلعب في هال سيتي ولا مش عارف ايه. عندنا 4 عباد لازم نحافظوا عليهم ولازمنا نحاول ديما نهزوهم المورال وقت اللي هما يكونوا في بوزيسيون ماهيش بوزيتيف. كيما توا لو كان تاع اي يروفيان بليسيور مش قاعد يلعب برشا يلزمنا نكلموه يلزمنا مش كيما قاعد نقرا توا اون تخاذوا كيما قال سوالي المدركي قاعدين نكسروا فيه عليه. عندنا برشا يلعبوا الى راتي ساكا لو فرضنا سيدي الى راتي ساكا وكيما قلت انا في التحليل باش نرجع مش الفوت نتاع عبد النور. عبد النور درنا مرتين ولعب كيما قلت انا من نرجع اذا كان مضمن نلعب واحد انا المسؤول مش هو المسؤول اللي انا لعبت وما فماش لاعب يقول لك ما نحبش نلعب. انا مره لعبت من غير نونترينمون تضربت نهار الاحد عاودت لعبت نهار الاحد اللي بعده من غير نونترينمون. النونترينور المسؤول مش انا المسؤول هو هبطني هو اللي لعبني ولو انا بليسيور وراجع من البليسيور. دونك ايمن ولا نابورت كان جوور الى بزون دو سوتيان باش نرجع للدوبلور. يوسف معناها فلتة معناها فلتة من الفلاتات نتاع السنوات الاخيره بالنسبه للكره نتاعنا. وهبي نفس الشيء ثلاثه لي جرون جوار معناها اللاعبين اللي ذكرتهم انت سي دو تري بون جوار موجودين في الليسته الاخرانيه معناها ممكن مسلاتي مش موجود ممكن يعني تحول للسعوديه. مره اخرى اقول لك انا البارح نحكي مع فتحي جبال في التليفون ونسال عليه فيه ولو هو يلعب في البوست لا نعم ويلعب ريجيسور ورانا تاكون تبع مضروب ممكن اما الا جوي طول لي ماتش قال انا البارح مع فتحي ما ظهرليش كان الانترنور نتاعو معناها ديريكت باش يخبي عليه قال لي نو سوبر فورم ولا باس عليه. قلت له اسكو يلعب على اليمين اكسونتري يلعب على اليسار يلعب شو الروكوار قال لي لا انا نلعب فيه ورا المهاجم وقعد عطيني ساتيسفاكسيون. هذا كلام فتحي جبال البارح الصباح. دونك قاعدين نتبعوا في اللاعبين الكل نشوفوا فيهم والافضل ان شاء الله باذن الله باش يكونوا موجودين في الليست والملاعبيه موجودين عندهم والدوبلور موجوده. اما ان شاء الله يكونوا خاطر قلت بيريود صعيبه برشا سيتي فان سيزون اللاعبين راهو يبداو يفكروا في الفاكونس. هذا اللي الشيء اللي باش نلقاو معناها الاشكاليه لكن كلهم معناها طبعا الدوره المصغره اللي عملتها هذا كلهم مستعدين باش يجيو ان شاء الله. dernière note pour عبد النور تونسي في فرنسا في تولوز يعمل جمعه اللي فاتت ليكيب دي ليجون تاع 80 سنه يطلع هو ديفونسور ما بين فرنسي عملوا لو ميور ديفونسور في موناكو اثناء تولوز تاع على جوارات 80 سنه ديفونسورات 80 سنه يطلع فيهم عبد النور ونقولوا بالخير سيتي فيرتي بالنسبه لي نقدرش نشوف الولاد
حتى لو مقال خايف نحن مع عبد النور لا مش مقال. شوف اليوم ليكيب ناسيونال en 2004 حزت كوب d'Afrique grâce à un mouvement national. ستاف تكنيك، جوارات، فيدراسيون، دولة، إعلام، جمهور. هالحلقة يغيب منها جزء أو أجزاء أنا ما ننجحوش. بالحق اليوم ما نتصورش لما تونسي ما يحبش تونس تترشح كأس العالم. ولكن اليوم قلنا بصوت كل الموضوع. قلنا لكم مش شكرونا ولا مدحونا، لكن قلنا احنا بحاجه لجمهورنا وبحاجه لوسائل الاعلام بتاعنا تكون موضوعيه قدر المستطاع وتكون سوتيان ليكيب ناسيونال. يا خويا جامعه وديع الخليج وعليك تضحك. ليكيب ناسيونال راهي بتاعكم الكل، راهي بتاعنا الكل. راهو الجوارات ثم فيكم شيء كوب دافريك ويعرف راهو جوار كتله من المشاعر وراهم يتبعوا مالوريزمون تو هالعولمه هذه حسب كي تسكر عليهم الجرايد يقراوا في ما تنجمش في الجوات تهزوا التورنوا 20 يوم تقول لك ساعه من الانترنت ولا ساعه من التليفون وشد روحك فلان ساعه ونص وجا قد مستحيل. ils sont toujours en contact مع اش قاعد يدور في تونس واش قاعد يدور في تونس. انتم تنقلوا لاعبينكم منتخبكم بحاجه لكم والمنتخب هذا بحاجه لان موفمون ناسيونال. راه فيدراسيون وحدها ولا في معلول واحد الجوات وحدها راهم مش قادرين يشعلوا هالشيء الوردي اللي نبحثوا عليه واللي نحبوا نمشي له كوب دي موند. وظهر في كل المنتخبات في العالم اللي ترشحت واللي حققت نتائج ما كانتش في عزله وكانت سوتونو بوسائل اعلامها وبدولتها وبجمهورها اضافه على لي سيكتور اللي يعملوا في الديفوار نتاعهم على غير الجامعه والاداره الفنيه والستاف تكنيك واللاعبين. دونك ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد اخرى وان شاء الله مواعيد اخرى تكون بعد ترشح كاس العالم ان شاء الله.